مسعود اوزيل ولا اقول لك يا كابتن اوديجارد؟ شكلك كده هتتبع مسار كابتن اوديجارد بسبب فشل اداره ريال مدريد. معلش يا حبيبي، هو اصل انت لو بتحنكش على الخط وبتلبس كباري كان زمانك بتلعب اساسي دلوقتي. لو اسمك فينيسيوس جونيور كان زمانك بتلعب اساسي دلوقتي. بس في حاجه كده عايز افتكرها معاك. ايوه انت سمعت صح، افتكرها معاك. وعايز افتكر معاكم لما اللعيبه كلها بتبقى فاقده الشغف واللعيبه كلها ما عندهاش اي امل في الموسم وفي الدوري. مدرب ماشي، مدرب وحش، اداره متخانقه مع المدرب، عايزين يغيروه، عايزين يعملوا تدعيمات في الصيف، كل ده وفاقدين الشغف وفاقدين الامل اساسا في اللي باقي من الموسم. حضرتك انت منافسك وغريمك المباشر كسبك 3 مرات السنه دي بس، وعنده الرابعه كمان على ملعبه هيكسبك برضه. فوق كل ده انت بتجسد على ارض الواقع حاجه واحده بس، ان انت فاقد الشغف من الموسم كله، عشان يجي في الاخر عيل صغير، عيل صغير هو اللي يعمل لك الجول الاول بمجهود فردي كالعاده، ويعمل اسيست للجول الثاني، ويقول لك لا خلينا نبص لبعيد وخلينا نمسك لاخر نفس في الدوري. كل ده من عيل صغير وبسبب عيل صغير. العيل اللي لو اتحلت مشاكلك مع رودريجو هيرجع يقعد على الدكه تاني. العيل لو ابراهيم دياز لو فاق شويه هيرجع يقعد على الدكه تاني، رغم ان هو ممكن يلعب عادي جدا في مركز غير مركز رودريجو ومركز غير مركز ابراهيم دياز. بس ريال مدريد كل مره بياكد ان هو مش مصنع ومنبع نجوم ابدا. انا اجيب نجم ماشي، لكن اطلع نجوم صعبه. دي اطلع نجوم لغيري، لكن ليا انا صعبه اكتر. خساره والله.